حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن الدرس الثاني في الوحدة الأولى بعنوان التراث الثقافي لسكان بلدنا. اسمه إيه الدرس؟ التراث الثقافي لسكان بلدنا. بيقولك يا سنة رابعة إن الشعب المصري شعب عريق جدا، وبيمتلك حاجة اسمها تراث ثقافي. يعني ايه تراث ثقافي؟ يعني الحاجات اللي اجدادنا سابولنا المعابد، سابولنا التماثيل، سابولنا الاثار، سابولنا صناعات حرفيه اتعلمناها منهم، اتعلمنا منهم اكلات شعبيه، اتعلمنا منهم رقصات. فكل يعتبر تراث ثقافي. التراث الثقافي يا سنه رابعه جزء من الهويه المصريه، جزء من حضارتنا يا سنه رابعه. ومادام هو جزء من حضارتنا فلازم نعمل ايه يا سنه رابعه؟ زي ما انتوا شايفين كده في الصور، الاثار اللي اجدادنا سابوها لنا، لازم نعمل ايه؟ ممتازين، لازم نحافظ على تراثنا ونفتخر بيه ونعتز بيه. فهمتوا يا سنه رابعه؟ عشان كده بقى هنتكلم عن حاجه مهمه عندنا في الدرس بتاع النهارده، اسمه التراث الثقافي المصري. يعني ايه كلمة تراث ثقافي يا سنة رابعة؟ يعني كل ما تركوا أجدادنا، كل حاجة أجدادنا سابوها لنا. زي ايه بقى؟ زي أماكن تاريخية، الأهرامات والمعابد. طيب زي ايه كمان؟ فنون شعبية، رقصات بنتعلمها منهم زي رقصة البمبوطية ورقصات تانية هنتكلم عنها. زي ايه كمان؟ صناعات حرفية اللي خدناها في الترم الأول، صناعة الفخار وصناعة السجاد اليدوي والصناعات الحرفية الجميلة دي. زي ايه كمان؟ عادات اجتماعية، اللي هو في العيد مثلا بناكل الكحك، في الافراح بنعمل مثلا فرح كبير، فاحنا عندنا عادات احنا مرتبطين بيها. فكل اسمه ايه يا سنة رابعة؟ اسمه تراث ثقافي. طب تيجوا نحفظها سوا. نحفظها ازاي؟ هنقول التراث الثقافي هو كل ما تركوا أجدادنا من أماكن تاريخية، فنون شعبية، صناعات حرفية، قيم وتقاليد اجتماعية. ده تعريف التراث الثقافي. مين يعرف يقولهولي؟ نقوله تاني. كل ما تركوا أجدادنا من أماكن تاريخية، فنون شعبية، صناعات حرفية، قيم وتقاليد اجتماعية. يجي يقولك في الامتحان مثلا، يقولك أكمل نقط كل ما تركوا أجدادنا من أماكن تاريخية وفنون شعبية وصناعات حرفية وقيم وتقاليد اجتماعية. ده تعريف ايه يا سنة رابعة؟ انتوا اللي هتقولوا مش أنا. شاطرين، التراث الثقافي، ممتازين. طب لو جه وقالك سؤال تاني، التراث الثقافي هو كل ما تركوا أجدادنا من نقط ونقط ونقط ونقط. انتوا اللي هتقولوا. كل ما تركوا أجدادنا من ايه؟ أماكن تاريخية، فنون شعبية، صناعات حرفية، قيم وتقاليد اجتماعية. شاطرين. هناخد بقى حاجة اسمها نماذج من التراث المصري. عندنا 5 نماذج يا سنة رابعة في درسنا بتاع النهاردة، جمال جدا. هنتكلم عن واحد سيوة اللي موجودة في محافظة مطروح، هنتكلم عن النوبة اللي موجودة في أسوان، هنتكلم عن مدن القناة اللي موجودة في السويس واسماعيلية وبورسعيد، هنتكلم عن صعيد مصر، أهلنا أهل الصعيد اللي كل في الوجه القبلي، سوهاج وأسيوط وقنا وكل المحافظات ديت. هنتكلم عن بدو سيناء اللي موجودين في شبه جزيرة سيناء. طب تعالوا بقى نتكلم عن حاجة حاجة بالتفصيل الممل. ناخد أول حاجة مين؟ واحد سيوة. واحد سيوة دي يا سنة رابعة موجودة في محافظة مرسى مطروح. أهل سيوة دول ناس جمال جدا، مرتبطين بالبيئة اللي بيعيشوا فيها. بيعملوا ايه بقى أهل سيوة؟ بيزرعوا كل سيوة بالتمور والزيتون، ويجوا في نص شهر أكتوبر يجمعوا التمور والزيتون اللي زرعوهم ويبيعوهم. وكده بيكسبوا ولا مش بيكسبوا؟ طبعا بيكسبوا. فعشان كده بقول بيعملوا ايه؟ بيعملوا في منتصف شهر أكتوبر حصاد التمور والزيتون. التمور اللي هو التمر اللي شبه البلح، والزيتون الزيتون اللي بناكله يا سنة رابعة، الأخضر والأسود، وهو المورد الاقتصادي لأهل الواحة. زي ما انتوا شايفين كده، الراجل كده بيجمع التمور من على النخلة، ولما بقى يجمعوا التمور والزيتون بيعملوا ايه؟ بيعملوا عيد اسمه عيد السياحة.
ليه سموه عيد السياحة يا سنة رابعة؟ عشان السياح بيحبوا يروحوا واحد سيوة ويجمعوا ويشتروا بقى ايه التمور والزيتون ويحتفلوا بقى هناك يا سنة رابعة. فعشان كده في منتصف شهر اكتوبر بيحتفل اهل سيوة بعيد اسمه عيد الايه؟ عيد السياحة. لو قالك بما تفسر ليه سموه بعيد السياحة؟ لأنه بيجذب الكثير من السياح للاستمتاع به. زي ما انت شايف كده الناس بتجمع التمور والزيتون، بصوا كده قدامكم. بيعملوا ايه بقى في عيد السياحة؟ بيعملوا يلبسوا الملابس المحلية بتاعتهم، اللبس بتاعهم ده اللي انتوا شايفينه يا سنة رابعة، ويغنوا أغاني خاصة بيهم، ويعملوا حاجة اسمها موائد الطعام. يعملوا زي كده زي ترابيزات أكل كده كتير، ويجمعوا كل أهل الواحة وكلهم يقعدوا ياكلوا من الأكل دوت. فبيعملوا حاجة اسمها موائد الطعام لكل مين؟ سكان الواحة. وبيبقوا مبسوطين جدا باليوم دوت وبالعيد السياحة دوت، لأن دوت ماله مورد الأساسي للاقتصاد، هو ده اللي بيجيب لهم فلوس يا سنة رابعة. فهمتوا كده؟ يبقى لو جه وقالك مظاهر الاحتفال بواحد سيوة بيعملوا ايه يا سنة رابعة؟ بيرتدوا سكان الملابس المحلية ويرددون الأغاني الايه؟ التراثية، ويقومون موائد الايه؟ الطعام لكل سكان الواحة. في حاجة كده صعبة يا سنة رابعة؟ تهيألي الكلام سهل جدا. هنتكلم عن حاجة اسمها اللهجة. احنا عندنا حاجة اسمها اللهجة يا سنة رابعة. احنا كل الناس بتتكلم باللغة العربية، بس طريقة الكلام مختلفة. يعني في طريقة كلام صعيدي، في طريقة كلام فلاحي، في طريقة كلام يمني، طريقة كلام صومالي. في طريقة الكلام دي بنسميها لهجات. طب لو رحنا واحد سيوة اللهجة بتاعتهم مشتقة من ايه؟ بيقول لي مشتقة من لغة اسمها اللغة الأمازيغية. واللغة الأمازيغية دي يا ولاد لغة موجودة فين؟ في بلاد المغرب العربي. يبقى أهل سيوة بيتكلموا باللغة أو باللهجة اسمها ايه؟ الأمازيغية. في حاجة كده صعبة؟ هنتكلم عن حاجة تاني وهي النوبة. النوبة دي جزء من مكونات الهوية المصرية، يعتبر يا سنة رابعة جزء من الحضارة المصرية القديمة. عارفين الحضارة بتاعت الفراعنة؟ هم يعتبروا جزء من ايه؟ من الحضارة المصرية القديمة. طيب أهل النوبة دي موجودة فين أو توجد مدينة النوبة فين؟ النوبة دي توجد في محافظة أسوان. يبقى النوبة موجودة في محافظة أسوان. زي ما انتوا كده شايفين كده الصورة قدامكم ان النوبة ديت مالها جزء من الحضارة المصرية القديمة. طيب ايه كمان؟ اهل النوبة يا ولاد ناس جمال جدا وليهم لغة خاصة بيهم. اللغة بتاعتهم اسمها اللغة النوبية. اللغة بتاعتهم صعبة شوية يا سنة رابعة، فهم أهل النوبة هم اللي عارفينها وهم اللي حافظينها، فبيحاولوا يحافظوا عليها وينقلوها للأجيال. يعني الأب يعلمها لابنه والابن يعلمها لابنه، يعني بينقلوها للإيه؟ للأجيال. ولازم يحافظوا على اللغة بتاعتهم اللي هي اللغة الإيه؟ النوبية. طيب احنا لسه قايلين لو جيت وقلت لك أكمل توجد مدينة النوبة في محافظة شاطرين محافظة أسوان. بيجي يقولك برضو أكمل. يمثل التراث النوبي امتداد للحضارة للحضارة الايه؟ المصرية القديمة. طيب في حاجة كده صعبة يا سنة رابعة؟ تهيألي الكلام سهل. طب تعالوا نتكلم عن سكان النوبة. سكان النوبة دول ناس جميلة جدا، وبيجوا يوم 7 يوليو من كل عام يعملوا ايه؟ اليوم العالمي للنوبة. طيب بيعملوا ليه اليوم العالمي للنوبة؟ بيقولك بيعملوا اليوم العالمي للنوبة دوت اللي هو يوم 7 يوليو من كل عام لإحياء التراث والحضارة النوبية، عشان نفضل فاكرين اللي احنا عندنا حضارة نوبية وعندنا تراث نوبي. بيعملوا ايه بقى؟ زي ما انتوا شفتوا كده قدامكم، بيعملوا احتفالات ويلبسوا الملابس المحلية بتاعتهم ويقعدوا يغنوا الأغاني التراثية. عارفين بكار يا ولاد؟ هو لبسهم عامل زي لبس بكار، اللي هو الجلابية وعليها تحتيها بيبقى بنطلون وعليها جاكيت صغنن، والطاقية بتاعت بكار. لبسهم عامل زي لبس بكار. فعندنا بيعملوا ايه بقى في اليوم العالمي للنوبة؟ بيحتفلوا ويعملوا مهرجانات ويلبسوا الملابس المحلية ويغنوا الأغاني الايه؟ النوبية.
من كتر ما النوبة دي مدينة جميلة جدا ومليانة تراث، راحت جت منظمة اليونسكو وعملت هناك متحف اسمه متحف النوبة. عملته فين؟ في أسوان. عملته امتى يا سنة رابعة؟ بيقولك عملته سنة 1997. طب عملته ليه؟ بيقولك لعرض التاريخ والحضارة النوبية العريقة. زي ما انتوا شايفين دوت، هو ده متحف النوبة. انا حبيت اللي انا اوريه لكم ده كده. المتحف بتاع النوبة عملوا ليه؟ بما تفسر إنشاء متحف النوبة؟ انتوا اللي هتقولوا. لعرض التاريخ والحضارة النوبية. يبقى عملوا متحف النوبة ليه؟ لعرض التاريخ والحضارة النوبية. مين اللي عمل المتحف دوت؟ منظمة اليونسكو. عملته فين يا سنة رابعة؟ عملته في أسوان. عملته امتى؟ 1997. طيب في حاجة كده صعبة؟ طيب شوفوا كده في الصور اللي قصادكم كده، اللي هم اهل النوبة كده عمالين يعملوا احتفالات وعمالين يرقصوا وعمالين يغنوا اغاني تراثية خاصة بيهم، هم بقى اللي حافظينها وعارفينها. هنتكلم عن حاجة تاني وهي اللغة بتاعت اهل النوبة. قلنا بيتكلموا باللغة الايه؟ النوبية، ودي اقرب الى اللغة بتاعت المصريين القدماء. عارفين لغة المصريين القدماء؟ هي شبهها شوية. اللغة دي صعبة ومش اي حد بيفهمها، فراح جه الجيش المصري بتاع اللغة النوبية. من كتر ما اللغة النوبية دي لغة مش أي حد بيفهمها، راح حصل إيه؟ الجيش المصري عندنا وهو بيحارب في حرب أكتوبر 1973 استخدمها كشفرة للتواصل بين القيادات والفرق العسكرية اللي موجودة في سينا، يعني يتكلموا بيها مع بعض ومش أي حد لو سمعها يعرف يفهمهم، فعشان كده استخدموها إيه؟ كشفرة. طيب نخش على حاجة تانية، اللي هي عندنا حاجة اسمها مدن القناة. مدن القناة دي سهلة وصغنونة خالص. موجودة فين؟ موجودة في 3 محافظات: السويس وبورسعيد وإسماعيلية. مدن القناة عندهم رقصة مشهورين بيها اسمها بومبوتية، وعندهم كمان آلة بيعزفوا عليها اسمها السمسمية. يبقى لو جه وقال لك مدن القناة توجد فين وفين وفين؟ السويس واسماعيلية وبورسعيد، بس هم دول التلاتة اللي اقول عليهم مدن الايه؟ القناة. مشهورين برقصة اسمها رقصة الايه؟ البومبوتية اللي هتبقى قصادكم، وآلة اسمها السمسمية زي ما كانت قصادكم في الصورة. بصوا هنا كده عمالين كده بيغنوا وبيرقصوا معاهم آلة السمسمية، وبيرقصوا رقصة اسمها رقصة الايه؟ البومبوتية اللي هي قصادكم ديت يا سنة رابعة. بصوا، وده اللبس بتاعهم يا سنة رابعة. شفتوا لبسهم؟ بصوا كده، هي دي الآلة اللي عمالين يعزفوا عليها الكبيرة اللي قصادكم ديت. طبعا بيبقى ليها أحجام وأشكال تانية بس بنفس الشكل كده، يقعدوا بقى يغنوا ويرقصوا. طيب هنخش على حاجة تانية وهي صعيد مصر. صعيد مصر ديت بتبقى موجودة في الوجه القبلي. كل المحافظات اللي في الوجه القبلي، سوهاج بقى والمنيا وأسيوط والبلاد ديت أو المحافظات ديت. الصعيد مشهورين بحاجتين يا سنة رابعة. مشهورين بحاجة اسمها السيرة الهلالية وفن التحطيب. السيرة الهلالية دي عاملة ازاي؟ زي اكن واحد بيحكي حدوتة، يقول ايه؟ كان يا مكان كان في واحد شجاع دخل الحارة، ويقعد يحكي كده حدوتة، وهو بيحكيها بيعزف على آلة اسمها الربابة اللي هي قصادكم كده يا سنة رابعة. واللي بيحكي الحدوتة دوت اسمه واحد اسمه ايه؟ الراوي. يبقى الحدوتة دي بنسميها ايه؟ سيرة هلالية، واللي بيحكيها اسمه ايه؟ الراوي. من كتر ما السيرة الهلالية دي مهمة عملوا لها متحف اسمه متحف الايه؟ السيرة الهلالية. طيب مين اللي عمله؟ الدولة. عملته فين؟ في محافظة قنا سنة 2015. طب عملنا ليه؟ للحفاظ على فن السيرة الايه؟ الهلالية. هنخش على حاجة تانية وهو فن التحطيب. فن التحطيب دوت من وسائل الترفيه، يعني بيحبوا يرقصوا بقى وهم في الافراح يرقصوا بالتحطيب دوت، في المناسبات يعملوا التحطيب دوت، فهي رقصة جميلة جدا وهتيجي صورتها دلوقتي. فن التحطيب ده من زمان جدا من ايام الفراعنة، والدليل على كده ان احنا لو رحنا معبد الكرنك اللي في الاقصر هنلاقي لوحة منقوشة عليها الاله حورس بيعلم الملك امنحتب الثالث التحطيب. يبقى كده حاجة قديمة ولا حاجة جديدة؟ ده من زمان جدا. مين بيعلم مين؟ الإله حورس بيعلم الملك امنحتب الثالث
التحطيب زي اللي قصادكم كده. من كتر ما هي مهمة راحوا عملوا ايه؟ جت منظمة اليونسكو وحطتها على قائمة التراث العالمي سنة 2016. فهمتوا كده؟ يبقى مين اللي حط قائمة التراث العالمي؟ اليونسكو. حطت ايه فيها؟ فن التحطيب. يبقى ده فن قديم ولا جديد؟ فن قديم ومهم جدا. فهمتوا؟ والدليل على كده لو رحنا معبد الكرنك هنلاقي فيها ايه؟ اللوحة المرسومة على الحيطة او منقوشة على الحيطة فيها الاله حورس بيعلم ابن حتب الثالث التحطيب. هنخش على اللي بعده وهو بدو سيناء. بدو سيناء دول بيمتلكوا تراث ثقافي متخصص ليهم، وبيتكلموا باللهجة تميل إلى اللغة العربية الفصحى. يعني إزاي؟ يعني يقولك كيف حالك يا بني، دي لغة عربية إيه؟ فصحى. عندهم بقى حاجة اسمها حفلات السامر. حفلات السامر دي بيقعدوا يعملوا فيها ايه سنة رابعة؟ بيقعدوا يغنوا ويقعدوا يرقصوا وبيرتدوا الملابس بتاعتهم الزي التقليدي بتاعتهم. وكمان عندهم حاجة مهمة جدا وهي تقاليد بدو سيناء. ايه تقاليد بدو سيناء؟ بيعملوا حاجة اسمها اكرام الضيف. يعني انت لو رحت عندهم لازم يأكلوك ويشربوك ويكرموك على الاخر. ايه كمان عندهم الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية. يعني في عودة المسافر، لو حد رجع من السفر، لو حد اتجوز، لو حد جاب مولود جديد، بيبقى ليهم احتفالات اجتماعية خاصة بيهم. كمان عندهم حاجة مهمة جدا 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 وهي حاجة اسمها سباقات الهجن. ايه سباقات الهجن ديت؟ اللي هي الجمال، اللي هو الإبل. يعني ايه دي؟ بيقولك رياضة تراثية بيشتهر بيها سيناء، وبتعمل على تنشيط السياحة، وبيحضرها كل البلاد العربية عشان يشاركوا في السباق دوت. يعني ايه يا مش فاهم؟ اجي اقولك يعني كل البلاد العربية بتحب تخش السباق دوت. بيبقى عندهم جمال وبيرقموا الجمال ديت ويعملوا زي سبق ويشوفوا مين الجمل اللي بيسبق، واللي بيسبق طبعا هو اللي بيكسب والبلد بتاعته بتكسب. فعشان كده البلاد العربية بتحب تشترك في السباق دوت، وبيعملوه في شبه جزيرة ايه؟ سيناء. والسباق ده مهم جدا وبيتعمل بس في شبه جزيرة سيناء، اسمه سباق الإبل أو سباق الهجن. ودي بقول عليها مالها رياضة تراثية بيشتهر بيها سيناء. كده يعتبر خلصنا الجزء بتاعنا النهارده يا سنة رابعة. هنراجع بس على اللهجات المصرية. لو جيت وقلت لك بدو سيناء كانوا بيتكلموا بإيه؟ ها؟ اللغة العربية الفصحى. طب واحد سيوة بيتكلموا باللغة الإيه؟ ها؟ الأمازيغية. طب أهل نوبة ها بيتكلموا باللغة الإيه؟ نوبة يعني نوبية. طيب مين اللغة اللي استخدمها الجيش المصري في حرب 73؟ طبعا اللغة النوبية، استخدمها الجيش كشفرة للتواصل بين القيادات في سيناء. لو جيت وقلت لك أهمية التراث المصري بما تفسر، ايه أهمية التراث المصري؟ ليه لازمة ولا ملهوش؟ هتقولي ليه لازمة. ايه لازمته؟ اول حاجة لسه قايلها من شوية، بيجيب لنا السياح، يبقى تنشيط السياحة، ولما السياح يجوا عندنا يبقى الدخل بتاعنا هيزيد، يبقى زيادة الدخل القومي. ولما السياح عندنا يجوا عندنا في البلاد فاحنا عندنا شباب هتشتغل، فده اسمه توفير فرص عمل للشباب. يبقى أهمية التراث المصري تعالوا نقولهم مع بعض: تنشيط السياحة، زيادة الدخل القومي، توفير فرص عمل للشباب. يلا قولوهم انتوا كده بما تفسر أهمية التراث المصري. انتوا اللي هتقولوهم، يلا. رقم: تنشيط السياحة، توفير فرص عمل للشباب، زيادة الدخل القومي. طيب الدولة بتعمل ايه بقى عشان تجذب السياح؟ بتعمل مهرجانات، بتعمل معارض، تعمل متاحف. كل الحاجات دي بتجذب السياح. طيب تعالوا نتكلم عن الأعياد عند الفراعنة، عند المصريين القدماء. كانت الأعياد عندهم مرتبطة بحاجة اسمها مواسم الزراعة. يعني ايه مواسم الزراعة؟ يعني المطرة لما تمطر بيعملوا عيد اسمه عيد الفيضان. لما يزرعوا الزرع يعملوا عيد اسمه البذر. لما يلموا المحصول بيعملوا عيد اسمه عيد الحصاد. فكل الأعياد اللي عندهم أو أغلبها كانت مرتبطة بحاجة اسمها مواسم الزراعة. طيب تعالوا بقى نتكلم عن حاجة برضو مهمة، وهو أول شهور السنة المصرية عند المصريين القدماء كانت يوم ايه؟ احنا عندنا أول السنة عندنا يوم 1 يناير، صح كده؟ هم عندهم يناير مسموش يناير، اسمه توت. فهو أول السنة عندهم يوم ايه؟ 1 توت. 1 توت.
طيب، ودوت عيد مهم جدا عندهم، وهو دوت أول شهور السنة المصرية القديمة. والعيد دوت يعتبر عيد رسمي للدولة، وممكن الأعياد عندهم بتستمر لعدة أيام. بيعملوا ايه بقى في الأعياد؟ حاجة جميلة قوي. أول يوم بيروحوا حاجة اسمها المعابد، اللي هي عاملة زي الجامع عندنا سنة رابعة. مش احنا بنروح أول يوم في العيد بنروح الجامع ونصلي فيه؟ هم برضو، او مثلا عيد المسيحيين بيروحوا مثلا الكنيسة برضو ويصلوا فيه، هم برضو كانوا بيروحوا حاجة اسمها المعابد، ودي عاملة زي الجوامع او الكنائس يا سنة رابعة. وبعد كده ياكلوا ايه؟ ياكلوا خبز وياكلوا كحك وياكلوا فطير، وايه كمان بيحبوا كمان ياكلوا بط وياكلوا وز وياكلوا سمك، وياكلوا ايه كمان؟ ياكلوا حاجات كتير. وتاني يوم بيحبوا بقى يروحوا المتنزهات، يروحوا بقى الجناين بقى يتفسحوا. فده كانت الأعياد عند المصريين القدماء. كده درسنا بتاع النهارده يكون خلص. يا رب يكون سهل وعرفتوا تستفيدوا منه يا سنة رابعة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتحطوا تعليق حلو زيكم كده، واللي عنده أي سؤال يكتبهولي في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.